كلنا شفنا اللي حصل لريهام سعيد، او مش كلنا قوي يعني، ولو ما شفتش اللي حصل كده كده هوريهولك. وريهام طلعت قالت ان اللي حصل في شكلها ده بسبب دكتور التجميل اللي راحت له في لبنان، ودي المعلومات اللي عند الناس كلها تقريبا. بس كالعاده كل قصة وليها خباياها ولا خفاياها. المهم ان في حاجات مستخبية في القصة دي محدش قالها لك قبل كده، وانا النهارده جايب لك كل اسرار الموضوع من بدايته لنهايته. من فترة ريهام سعيد كانت منزلة فيديو بتتهم فيه دكتور تجميل لبناني بانه بوظ شكلها وبقت بالشكل اللي طلع قدامك ده، وقالت ان راحت للدكتور ده بالتحديد في لبنان لانه من اشهر دكاترة التجميل في العالم. وقالت برضه ان هي راحت له عشان لما خست ملامحها اختلفت شوية، وعلى حسب كلامها برضه ان وشها كان عايز يتشد. ما تسيبوا ملامحكم زي ما هي، ايه شغل تعديل العربيات ده؟ يلا ما علينا، هنكمل القصة. بعد ما خست طلبت من الدكتور ده ان هو يرفع لها خدودها لفوق شوية، لكن على حسب كلام ريهام سعيد والمحامي بتاعها ان ما كانش معاها فلوس العملية دي، والدكتور اقترح عليها ان هو يعملها لها ببلاش مقابل انه يستغل شهرة ريهام سعيد وينزل صور ليها عنده قبل وبعد العملية. وفعلا ريهام وافقت وعمل لها العملية، وبعد العملية لما بصت على ملامحها لقت ان ملامحها اتغيرت، بس الدكتور قال لها ان ده طبيعي عشان العملية لسه معمولة ووشها لسه ما استريحش، وده السبب ان وشها لسه وارم، مع اني شايفه متطبق مش وارم. بس ما علينا نكمل. وريهام سعيد صدقت الدكتور ورجعت مصر وهي وشها كده، ومن هنا يبدأ كل الاكشن اللي في القصة. بعد ما رجعت مصر وقعدت كام يوم لاحظت الاتي، ان هي كل ما تيجي تفتح او تقفل عينيها اليمين عينيها بترعش لوحدها، وحسب معلوماتي ان ده بيكون بسبب الاعصاب، واعتقد كده والله اعلم ان اكيد دي حاجه غلط. وبتقول برضو ان ملامحها اتشوهت زي ما شفنا كده، وخصوصا عند عينيها وخدودها. وفوق كده كمان قبل ما الدكتور ما يقفل وشها، والله حاسس ان انا بتكلم عن عربيه، تعملوا في نفسكم حاجات غريبه. المهم قبل ما يقفل وشها بقى عمل فتحتين زياده في وشها وقفلهم لما خلص. وحسب كلام باقي دكاتره التجميل اللي اتكلموا عن العمليه دي، فده غلط كبير ومحدش بيعمله في النوع ده من العمليات، وده في الاغلب حسب كلامهم اللي بوظ كل حاجه. وحسب كلام ريهام سعيد برضو ان هي ما كانتش مرتاحه للي حصل ده، وخصوصا لموضوع اعصاب عينيها، وكانت على طول في تواصل مع الدكتور، وكان دايما رده ان ده طبيعي وهتخف مع الوقت. والجزء اللي جاي ده بصراحه غريب جدا. بتقول ان وهي بيتكلموا على الواتساب بعت لها وهو مصور العمليه من وراها، ده ما كانش الاتفاق بينهم، وكان واخد صور ليها كمان وهي متخدره قبل العمليه، بس الصور دي كانت من غير هدوم خالص، وده اكيد ملهوش علاقه بعمليه هتتعمل في الوش. فحاجه غريبه انه قلعها في عمليه هيعملها في وشها اصلا، ويصورها كمان بدون علمها، وهي لما رجعت مصر بس عرفت الحاجات دي، لانه ما بعتلهاش الكلام ده غير لما وصلت مصر. والدكتور طلع قال ان كل ده كذب وافترى عليه، من ناحيه الصور والفيديوهات، ومن ناحيه انه غلط في شغله، وده اتهام كبير ليه كحد بروفيشنال ومشهور في مجال التجميل. وقال كلام انه هيرفع قواضي على كل اللي نشروا كلام ضده، قنوات بقى، صفحات على السوشيال، وعلى ريهام سعيد نفسها. وقال انه هيرفع القواضي دي في لبنان وفي مصر على اي حد اتكلم عنه باي طريقه وحشه في الموضوع ده. من الاخر كده كله هيتحاسب، اللي في مصر واللي بره مصر، وده حسب كلام الدكتور مش كلامي. وقال كمان ان معاه حاجات تنفي اي حرف ريهام سعيد قالته، وقال انه مش هيطلع اي حاجه من الحاجات دي على السوشيال ميديا، كفايه لحد كده. وقال كمان انه هيبعت الحاجات دي للجهات المختصه في القضيه دي وبس، سواء في لبنان او في مصر. ومن هنا تتعلم انك ما تحاولش تلعب في خلقة ربنا باي شكل من الاشكال، لان هتبقى نهايتك او نهايتك زي ما شفتوا كده. وقيس على كده مشاهير كتير كانت ملامحهم حلوة جدا، وبعد العمليات دي تحس ان هم بقوا شبه العرايس البلاستيك. وبس كده الفيديو بقى خلص. لو عجبك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتسيب لي رأيك تحت في الكومنتات. وبس يا زميلي، سلام.